مساء الخير. أنا حابة النهاردة أتكلم كده عن المراهقة، وبالأخص المدرسة. التوحد في المدرسة، الأسبرجرز. طبعا احنا لما بنتكلم على الأسبرجرز بنتكلم على توحد مخفي، يعني هو مش باين. دول ناس في مدرستك وفي مدرستي، و يعني كتير قوي اصلا ما بتبقاش لسه الام والاب عارفين ايه هو الاسبرجرز ده. فانا هنا يعني آم، رسالتي هتبقى للاهالي اللي شاكين حتى ان ولادهم اسبرجرز، ورسالتي طبعا للمدرسين. انا اتمنى اللي يشوف الفيديو ده يعني يعملوا شير مع المدرسين، لانه هينفعهم. انا معرفش طبعا ايه، معرفش اي حاجه خالص في مصر، يعني انا معرفش ايه اللي بيحصل. هل الناس ملمه بالاسبرجرز؟ هل المدرسين عارفين معامله الاسبرجرز؟ طبعا في المدرسه هتبان صعوبات معينه، فانا معرفش هل المدرسين عارفين المعامله بتبقى مختلفه مع حد عنده اسبرجرز عن حد عنده صعوبات تعليم تانية. المهم، انا هبدأ يعني الفيديو ده برسالة هقول فيها بحكم ان انا عندي توحد، وبفتكر ايام المدرسة بانها ايام صعبة. الحقيقة ان انا كنت كمان اعتبر محظوظة، انا كان عندي صحاب كانوا مسهلين الموضوع عليا جدا، الحتة النفسية. لكن الدراسة نفسها، انا هقول طبعا من تجربتي انا الصعوبات اللي عندي. وطبعا انا قريت يعني اكيد، وسامحوني لو انا بقى هلخبط، لان انا كتبت حاجات يعني سامحوني لو بكرر او بلخبط وكده، انا اسفه يعني in advance. دلوقتي الرسالة اللي انا عايزة اقولها رسالة انسانية، يعني اللي بيتفرج عليا دلوقتي لازم يحاول بقدر الامكان يبقى عنده رحمة وتعاطف على المراهق المتوحد، لان انا بتكلم هنا تقريبا على سن اعدادي او ثانوي، لان ده حد اتنقل من ابتدائي، من تفكير كلنا اطفال زي بعض، مفيش حاجة محرجة. الطفل لو جاله حالة هياج محدش بيضحك عليه، لان كلنا اطفال، صح؟ لو في صعوبات معينة مش مشكلة، لو الكلام شكله غريب مش مهم، لان كلنا اصلا اغراب. يعني انا اسفه. هو ده الطفوله كده، مش كده؟ وانت في ابتدائي مفيش مشكله، مسموح لك يعني تعمل غلطات عادي، ما حدش هيتريق عليك. لو انت عندك مشكله في الاكزيكتيف فانكشن اللي هي المهام التنفيذيه، نسيت واجب بتاع، مفيش حاجات غريبه، لان كلنا زي بعض. المشكله بقى لما بنوصل الطفل المراهق ده المتوحد من مرحله ان هو في تقريبا في اعدادي او في ثانوي. هما بيكبروا، وهو هنا بقى مشاكله بتبدأ تبان. يعني لو ما بانتش في اعدادي هتبان في ثانوي، هتبان اكيد. هتبان لان هو ده اصلا اضطراب نمائي، تمام؟ وهتبان لان مش هيسامحوك لما تغلط، يعني اجتماعيا انت عليك توقعات كطفل. الطفل ده عليه توقعات من المدرسين ومن الصحاب اللي معاه، زمايله اللي قده دول. طبعا هو هيبدأ هنا الوقعات بتاعته تبان، مع ان هو لسه توحد. يعني احنا عندنا الميل داونز، حالات الهياج موجودة وبتحصل وما بتنتهيش، فطبعا شكلها بيبقى غريب، مخيفة. الطفل المتوحد هو الطفل اللي عنده صعوبات اجتماعية. صعوبات اجتماعية هنا ممكن يبقى حد زي بيكتم، بيحاول يستخبى، ما بيبينش، وايه مشاكله تبان في البيت مع الاهل، مشاكله الهياج، لانه ده بيطلع في حالات الهياج. في اللي حالته بتبقى اصعب لانه الحتة الاجتماعية ما بيخبيهاش، هو ايه بيبان وبيقع وبيعمل حاجات محرجة وبيغلط وبيقول كل حاجة، فطبعا بيتمسك. يعني ده بيتمسك تنمر، مدرسين بيكرهوه. بيبقى ده الطفل اللي سلوكه بيظهر في الفصل سلوك وحش، وبتبقى المدرسة اوريدي كرهاه من الاخر. اوحش حاجة تحصل للمدرس اللي بيشتغل ده هو ان الطفل يبقى فيه طفل بيوقف الحصة بتاعته، يعني دي اوحش حاجة بالنسبة له، هو بيحاول يتفادى ده. ده يعني وارد جدا الطفل اللي بيعمل كده يكون طفل متوحد. فانا رسالتي مهمه هنا، لازم يعني المدرسين يتفرجوا عليا في دي، لان انا هساعد، انا هقول حاجات معينه. انت عمرك ما هتقعد تكتشف مين هو الطفل المتوحد، بس في حاجات معينه تتعمل وتتعرف الاول. الوعي
انا هعمل حلقة فيها وعي للمدرسين، الطفل المتوحد ده محتاج ايه. وطبعا اللي انا هقوله دلوقتي مش للمدرسين بس، يعني الحلقة دي لازم الكل يشترك في ان هو يساعد الطفل ده يطلع احسن ما فيه. علشان تحاول تفهم الطفل المتوحد ده لازم تحس بيه، ده طفل بيشوف الحياة من خرم إبرة. دايما اكتر حاجة بتوتره هي الحاجات اللي مش فاهمها، وهو مش فاهم حاجات كتير، مش فاهم حاجات كتير. هو عايز تنبؤ، عايز توقع، عايز يعرف ايه اللي هيحصل، وبيفكر من خرم إبرة فعلا. يعني عايز دايما يعرف انا دوري ايه، انا هعمل ايه، مطلوب مني ايه. العالم كله بالنسبة له داخل في بعض، وكل المعلومات بالنسبة له في نفس الأهمية، بنفس الأهمية. سواء بنتكلم على معالجة اجتماعية، أو بنتكلم على واجب علي أعمله، أو حتى في الحصة أركز في إيه. كل حاجة مهمة، كل تفصيلة بالنسبة له مهمة. إن ما كانش حد يقول له أنت محتاج تركز في كده، مش هيركز في كل حاجة وهيجيله إرهاق حسي. أبسط مثال على كده التواصل عندنا كمتوحدين مشكلته إيه؟ أنت ليه دايما بتحس أنت بتكلم حد متوحد إنك بتكلم حد في كوكب تاني؟ صح؟ لأنك أنت بتحاول توصل رسالة من كلامك مش بشكل مباشر. هو يعني انت لو ماشي بتوصل رسالة، انت لو ماشي في طريق مستقيم، المتوحد ده وهو بيكلمك بيركز في الطريق اللي هو ايه اللي حواليك، يعني اللي حوالين الرسالة اللي انت بتقولها. يعني انت بتتكلم، هو ممكن يمسك في كلمة وهي دي الكلمة اللي علقت معاه، وانت تقول له طب بس يعني انت ليه ماسك في الكلمة دي، انا عايزة اقول حاجة تانية. هو ده الشخص اللي هو بيشوف الحياة كده، صح؟ بيقولوا عليها بالانجليزي lack of central coherence. يعني انا مش شايف جوهر المواضيع، انا مش شايف الرسالة اللي بتوصل لي، انا مخي مشتت في اللي حواليها. دي في كل حاجة. فالدراسة بينطبق عليها كده برضو. احنا عندنا طفل هنا عايش في حالة توتر عنيف حتى لو مش باين عليه. ده طفل متوتر جدا من كل حاجة، دخل في عالم بدأ يحس ان هو مش فاهم حاجة خالص، لا فاهم الناس، ولا فاهم احنا هنا ليه اصلا، المدرسة بنعمل ايه هنا، ولا فاهم ايه اللي مطلوب منه، وايه اللي المفروض يسمعه، وايه اللي المفروض يسيبه، وايه المهم وايه اللي مش مهم. دي الحتة الأولانية. عنده يعني ده المايند بتاعه، هو طفل متوتر أصلا. طبعا احنا عايزين نحل الحتة دي، تمام. الحتة التانية اللي فيها صعوبات المعالجة الحسية، ده هيفضل دايما عنده معالجة حسية مختلفة. يعني كل ما زادت عنده المنبهات لخبطة، كل الحواس دي، كل المدخلات دي داخلاله بنفس التقل وبنفس الأهمية. الطفل العادي عنده قدرة ان هو يفلتر المهم واللي مش مهم، ده لا، ده ما عندوش كده. زائد ان هو احنا بنتكلم على مكان تعليمي كله كلام، مدرسة عمالة تتكلم تتكلم تتكلم. المعالجة السمعية مش قوية عند المتوحدين، اغلبهم مش قوية عندهم. احنا قلنا هم اقوياء بعينيهم. دي الحاجة التانية، تمام. يعني فاحنا عندنا هنا طفل عنده ضعف وعنده قوة. انا قلت المتوحد عنده ضعف جامد وعنده قوة جامدة. لكن مكان زي المدرسة، ودي الحتة التالتة، مكان اجتماعي بطبعه، ده مكان اجتماعي. يعني المكان ده جاي عشان يختبر البروفايل الاجتماعي العاطفي بتاعك طبعا، وجاي عشان يختبر المهام التنفيذية. يعني بيختبرك في الحاجتين اللي انت مش الطفل مش عنده فيها قوة، دي حقيقة. يعني الحتة الاجتماعية، العلاقات، كل حاجة. الحاجة التانية معالجة المعلومات، المعالجة المعلوماتية نفسها والتنظيم، صح؟ ده التوحد معالجة حسية صعبة مختلفة. معالجة يعني صعوبات اجتماعية، وصعوبات في معالجة المعلومات، تمام. فالمدرسة بتعمل كل ده فيك، في الطفل ده. غير ان المدرسة كمان مش عارفة ان ده عنده توحد. احنا في مصر ما نعرفش غير التوحد اللي هو العنيف، ما نعرفش التوحد الخفي ده، ما نعرفوش. بس هو لو ما نعرفوش هنتعب منه، لان الطفل ده محتاج مساعدة، وكمان عنده مشكلة ان هو ما بيقولش. ودي بقى الحتة اللي انا جاية عشان اتكلم فيها. المتوحدين ما بيطلبوش مساعدة، ما بيعرفوش يطلبوا مساعدة. التوتر بتاعهم بيمنعهم ان هم يتكلموا عن احتياجاتهم. ثالثا اصلا مش عارفين ان هم محتاجين مساعدة،
مش عارفين ان هما بيتم التنمر عليهم، مش عارفين يقولوا ايه، مش عارفين، ما بنعرفش اصلا نقول عايزين مساعدة. يعني في كتب كاملة اتكتبت علشان تدي للمتوحدين جمل يحفظوها يطلبوا بيها مساعدة في كل الأماكن، يقولوا أنا عندي ما بيعرفوش، ما بنعرفش. فطبعا اللي بيحصل زي حالتي أنا مثلا، إن أنا ما بطلبش مساعدة خالص خالص، بغرق يعني. طبعا المدرس بالنسبة له ما يفهمش، مش فاهم كل الحاجات دي، ده بالنسبة له طفل فاشل. يعني ليه بيعمل كده؟ صح؟ وتلاقي دايما الام والاب، انت ليه بتعمل فينا كده، انت ليه بتعمل فينا كده؟ كل ده طبعا يعني اوحش حاجه انك يبقى عندك مشكله مش عارف تحط لها اسم. يعني مشكله التوحد الاساسيه، على فكره انا بالنسبه لي بقول مشكله التوحد الاساسيه ان الطفل ما بيقولش. يعني احنا يعني زي اللي عنده مرض وما بيقولش ان هو موجوع، which is ironically ده جزء من التوحد. ندخل بقى في المفيد. طبعا انا مش هقول كل حاجه يعني، عشان هقول بس الحاجات اللي انا هفتكرها واللي انا كتبتها دلوقتي. زي ما قلت، احساس بان انا مختلف. الطفل لما بيحس ان هو مختلف وما بياخدش مساعده، الطفل المتوحد ده بيدخل في اكتئاب، بيدخل في التوتر ده مزمن. انا يعني دايما عندي توتر. انما الاكتئاب هو لما تلاقي يعني بتلاقي طبعا الطفل امتنع عن الاكل، امتنع عن النوم، بيبان لو انت ملاحظ. تمام. وشلت من دماغك ان وشه شكله عادي، يعني لان هو من جوه متألم. دلوقتي يعني طيب انا اسفه ان انا بلخبط شويه. ايه بقى ده؟ انا كده يعني، انت بتحاول تفهم الطفل المتوحد، انا كده دخلتكم في المايند سيت بتاع الطفل المتوحد. طفل متوتر ومكتئب وبجد مش فاهم حاجه خالص ومش عارف يطلب مساعده وضايع، حاسس ان هو ضايع. تخيل احساس كده حد فعلا في بلد صحي، لقى نفسه في بلد فيها ثقافه مختلفه يعني وتقاليد مش فاهمها، وخايف ياخد اي خطوه يغلط، ومش عارف يروح فين، مش عارف يعمل ايه، مش عارف دوره ايه. هو بالظبط كده الطفل المتوحد ده كده، فيصعب عليك قوي. انت لو شايفه من جوه هيصعب عليك قوي، لان احنا من بره ما بيبانش علينا فعلا. طيب. دلوقتي ايه الحاجات اللي هي ممكن تتعمل يعني كمدرس؟ ايه هي الحاجات اللي انت محتاج تعرفها وممكن تعملها؟ اول حاجة، الطفل المتوحد علشان يحارب التوتر بتاعه، عشان يعرف يعيش، هو محتاج نمط، مش كده؟ احنا بنقول عليها بالانجليزي structure. يعني هيكل كده للحياة. الحياة باينة، انا رايح فين وجاي منين، صح؟ انا عارف ايه اللي هيحصل ومتوقع ايه اللي هيحصل. هي دي اهم الحاجات اللي موجودة عند الطفل المتوحد. انا اسفة ان انا ببص عشان بفتكر بس. طيب، مثلا دلوقتي ابسط حاجة، انك انت عايز تعمل يعني هيكل كمدرس، انت عايز تعمل ايه؟ ستراكتشر، مش كده؟ فانت عايز كل حاجة تبقى مكتوبة. الطفل المتوحد لغته الأساسية هي الصور. هو ربنا اداله قوة في عينيه، في المعالجة البصرية، اداله القوة دي. عند كل المتوحدين كلهم عندهم القوة دي، فاحنا بنتعامل معاهم بالقوة دي. يعني ايه؟ يعني لو انا كمتوحد، كطفل متوحد، عارف ان انا مثلا هدخل المدرسة، انا عارف من اول دخولي لباب المدرسة انا هروح فين. انا ممكن اكون محتاج مساعدة في دي. يعني احنا بنتكلم على طفل هنا ممكن عنده مشاكل في المهام التنفيذية، لو صحي متأخر حتى ولا حاجة على طول بيجري، على طول بيقع منه حاجات، على طول مستعجل، على طول بينسى. ودي عندي انا، كنت بنسى الاتجاهات كل يوم، معرفش الفصل فين، وكانت بتبقى كارثة. ده في المدرسة لا يمكن، ما بعرفش فين الفصل، لازم امشي ورا حد، ولو رحت لوحدي متأخر هضيع، هتوه. دي حقيقة. فطبعا انت عشان لو انت في مدرسة عايز تساعد الاطفال المتوحدين اللي في المدرسة دول، اللي هم اكيد هيبقوا موجودين في مدرسة عندك اكيد، تدي اتجاهات وصور. الفصل كذا، يبقى عارف هو رايح فصل ايه، عارف يروح فين. طبعا في حاجات صغيرة أنا لازم اقولها، يعني الجري، لان هو بيجري عشان يروح الفصل. انا كنت بجري وبكعبل على السلم. انا معرفش ايه اللي ممكن يتعمل هنا، انا بس بدي وعي لان الحاجات دي حصلت لي انا. لكن طبعا اللي كان هيساعدني ان يبقى فيه اتجاهات، ابقى عارفه الفصل اللي انا رايحاه فين، وكل يوم، لان انا هنسى، انا بنسى. فانا كطفل محتاج اعرف هروح فين، هروح الساعه كام،
كل حاجة. المعلومات ما بتتسجلش. المعالجة السمعية، انا طولت، انا اسفة، انا عايزة طب خليني اقول بس معلومة اخيرة. المعالجة السمعية كتير قوي من المتوحدين، هم اصلا المتوحدين كلهم عندهم المعالجة السمعية مش كفء قوي، تمام؟ مش كلهم بس هم معظمهم. وكتير جدا منهم بيبقى عنده اصلا حاجة اسمها يعني معالجة سمعية اضطراب يعني، بس الناس مش عارفة، الاهالي ما بيعرفوش. المهم المعالجة دي معناها ايه؟ معناها ان الطفل ده ما عندوش ذاكرة سمعية كويسة. يعني اي معلومات بتخش له عن طريق الودن، لو هي عند الطفل العادي بتتحفظ في الذاكرة، عند المتوحد ما بتتحفظش. يعني المعلومة ممكن يحفظها لمدة نص ساعة وبعدين ينساها تاني يوم ولا كأنك قلت حاجة. دي اسمها ده اسمه اضطراب، ده اضطراب في المعالجة السمعية فعلا. فمعنى كده ما ينفعش تعتمد على السمع. غير ان المعلومات نفسها، طريقة المعلومات نفسها في منها اللي هي معلومات اتجاهات، يعني انت هتخش يمين هتخش شمال هتروح لكذا وتخش فصل كذا. سمعت يا حبيبي؟ كرر. حتى لو كررها هو نسيها، لان دي حتة تانية ليها علاقة بالذاكرة المكانية. يعني دي حاجات تانية. ما تعتمدش على ودنه، ما تعتمدش على ان هو بيدخله المعلومات من ودنه. امال هتعتمد على ايه؟ على الصور. هتعتمد على الصور. الصور هي افضل طريقة، الصور اللي هي مصاحبة بكلمات. ولغاية ما يكبر ونموت بنفضل نبص على الصور. لو يعني دي مهمة جدا، مهمة جدا. عايز تديله معلومات لانه هينسى. بتديله جدول. زي ما انت وانت كبير، البني ادم الكبير لما بيحب يروح يعمل شوبينج، يعني الحياة سرعت، بيسهلوا عليه ازاي؟ بيدوله سكادجولز، مش كده؟ يدوله اورجنايزر، يدوله سكادجول، كل ما يعمل حاجة يعمل تيك عليها. الابس اللي بتيجي على الموبايلات، الابس اللي عشان مثلا تفكرك بانك وراك حاجة. انت الحاجات دي بالنسبه لك اكسسوري، صح؟ ممكن تنزلها ممكن لا. المتوحد لا، المتوحد الطفل محتاجها جدا. ان ما كنتش انت هتبقى الريمايندر بتاعه هيضيع. هو محتاج ريمايندر، محتاج الارم. ما عندوش مفهوميه الوقت ده ايه. انا بفتكر انا كحد متوحد ما بفهمش الوقت، ولا اعرف يعني ايه الساعه كذا، ولا اعرف حتى ما عنديش مفهوم ان الساعه هي 60 ما اعرفش دقيق. ما عنديش الحاجات دي، ما عنديش. فانت الحاجات دي مهمة الطفل عادي عنده الحاجات دي، لما بيجي يعمل واجب ولا بيعمل مهمة في الفصل او بيعمل اي حاجة عنده فكرة في الوقت. عنده واحد ما عندوش. انا بعمل هنا وعي الوقت. فانت تعمل حسابك على الحاجات دي. ده طفل هيصارع لو انت ما تعرفش ان هي دي مشاكله. التوحد بيجي معاه ايه؟ بيجي معاه مشاكل في المهام التنفيذية. فانت هو محتاج نظام، محتاج جداول، محتاج صور، محتاج يبقى عارف، محتاج يبقى عنده هيكل structure. يعني هنعمل كذا، هيحصل كذا كده، تمام؟ هناخد نفس اللي انا قلته ده في الفصل. المدرسة هتعمل نفس، المدرس او المدرسة هيعملوا نفس اللي انا قلته ده جوه الفصل. طيب هوقف هنا واعمل حلقة تانية عشان الوقت.